الوصفه تاع نهار اليوم راح تكون سفيريه، وصفه قديمه كاين بزاف اللي ما يطيبوهاش، يقول لك ما تجيناش بنينه. درتها بطريقه خاصه، صدقوني راح تعجبكم بزاف. في طنجره ولا كوكوط ندير قيس 4 مغارف كبار زيت مع نص مغرفه كبيره سمن. كيما على بالكم لي غوسات تاع زمان يقلوا اللحم ولا الدجاج في شويه زيت مع السمن، على بها لاصوص تجي بنينه. نزيد شويه فلفل كحل، عود قرفه، ما درتش بودغ باش لاصوص ما تكحل، شويه ملح ونقلي الدجاج. نزيد حبه بصل تكون كبيره لانه المرقه البيضاء تحب البصل. بعد ما يتقلى نزيد الحميصه اللي راهي طايبه نص طياب ونمرق بما سخون حتى تتغطى الحميصه. نغطيه ونخلي الدجاج يطيب. ناخذ الخبز البايت، درت قيس خبزه وربع خبزه، نشمخو بالحليب، زدت له شويه ما زهر ونعبزو. ما تكتروش الحليب باش ما يطراش بزاف الخبز وما تقدروش تشكلوهم بعد. نزيد حبه بصل عصرتها من الماء تاعها، صدقوني راح يزيد لها بزاف في البنه ويجو زاكين وينحي ريحه الخميره تاع الخبز. نزيد حبه بيض و6 مثلثات تاع الفخوماج، شويه قرفه، فلفل كحل، وهذا صدر تاع الدجاج خديت نص منه ورحيته، ومغرفه صغيره تاع لوفور. وإلا جاكم الخليط طري بزاف زيدوا له لا شابلور ولا خبز مفتت. نشكل كويرات ونحط الفخوماج في الوسط، نزيد نغطيه من الفوق بالخليط ونغلقهم مليح باش ما يخرجش الفخوماج كي نقلوهم في المقله. نرمدهم في لا شابلور ومن بعد نقليهم في زيت سخونه على نار متوسطه باش ما يتحرقوش لانهم بالخف يطيبوا. يحمروا نقلبهم على الجهه الاخرى ونزيد نخليهم يحمروا، ومن بعد نقطرهم في كسكاس ولا طبسين فرش بالبابيا ابسوربون. وهاوليك الطبق تاعنا واجد.